ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا يا بنات نعمل مع بعض السكراب ده تحفة، اللي بيستخدموه اليابانيين قبل ما يعملوا الميك اب. هنحط معلقة قهوة اللي هي البن، هنحط منها معلقة، وهنحط معلقة سكر اللي هو يبقى خشن شوية مش الناعم، وهنحط معلقتين زيت زيتون ونقلبهم كويس جدا مع بعض، ونفرك بيهم بشرتنا. ده زيت الزيتون كنت بوريكم. هنفرك بيهم بشرتنا قبل ما نعمل ميك اب ب3 ساعات كده ولا حاجة عشان بشرتنا تهدى، وبعديها نحط المرطب بتاعنا عادي. والناس اللي بتقول ان القهوة بتغمق البشرة، لا، القهوة متغمقش البشرة خالص يا جماعة، مفيش الكلام ده. فانتوا جربوها واعتمدوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. بتفركي كده تحطيها على وشك، وبتفركي بالراحه بحركه دائريه. ما تحاوليش تفركي جامد علشان يبقى عندنا أوردة بسيطة كده تحت جلدنا في البشرة، وشرايين ضعيفة جدا، شعيرات ضعيفة جدا مش عايزينها تتقطع. فانتي هتفركي بالراحة خالص علشان بشرتك. اعتمدوها وان شاء الله تعجبكم. هي حلوة جدا وبتفتح، ولو في قشور في بشرتك او جلد ميت بتشيله. حلوة جدا، اعتمدوها. ضعي السلك على الفرشة وشوفي هنعمل ايه دلوقتي. هنعمل شوية وصفات حلوة قوي ان شاء الله تعجبكم. هنجيب اي بولة فاضية معانا، وهنحط فيها شوية حاجات بسيطة جدا هتلمع معانا اي ستيل، اي حاجة عايزينها هتلمع معانا. البولة دي هنحط فيها شوية اريال، وهنحط فيها شوية صابون او بريل، اي حاجة انت بتحبي تستخدميها. وهنحط فيها كمان معلقة ملح، وهنحط فيها شوية خل. هندوب دول كويس جدا علشان الخل لما بيتحط معاهم الحاجات بتقطع، فلازم هندوبهم مع بعض كويس. وهنحط معاهم الخل والملح. انا اسمي ريهام، اللي ما شافش فيديوهاتي قبل كده ولا يعرف اسمي ايه، انا ريهام، وبقدم شويه فيديوهات بسيطه كده ان شاء الله تفيدكم. اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس علشان اي حاجه انا بنزلها توصل لكم. هندوبهم كويس علشان بيبداوا اللي هم يفوروا كده، فهتدوبيهم كويس. الفوران ده طبعا اي حاجه مش نظيفه بياكلها، اي حاجه الفواصل ما بين البلاط، اي حاجه مش نظيفه. الستيل بيلمع تحفه. إيه معايا السلك البلدي بتاعنا اللي هو العادي. هقطع حته سلك كده وهنحطها معاكم في المكونات اللي احنا عملناها، ونشوف هنعمل بيهم ايه. اللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو ما ينسيش يصلي على النبي، اهم حاجه عليه افضل الصلاه والسلام. هناخد كده الحوض الستيل، هنديله دعكه على السريع كده ونشوف. ولو الحنفيات، الفواصل اللي من البلاط، اي حاجه انت عايزه تنضفيها كويس، هو بينضف جدا. فانا هديهم غسله على السريع كده وهشطفهم وهوريهم لكم. خدوا بالكم في الحوض في حته كده صفرة انا دعكتها تاني. هاتي الفرشه بتاعتك بتاعه البلاط وتعالى اقولك هنعمل فيها حاجه حلوه قوي وهتريحنا جدا. هنقطع كده قطعه من السلك، هنقطعها بطريقه كويسه علشان نعرف نحط فيها الفرشه كويس. انا هنا كنت بلبسها في الفرشه كده علشان اقول لكم هنعمل بيها ايه. هتجيبي الخلطه اللي انت كنت عاملاها وتزوديها شويه ميه وتدعكي اي حوض عندك تدعكيه. ادعاك الحوض كويس جدا، واي فواصل ما بين السيراميك في الحيطان في الارضيات هتعرفي تجيبيها بالفرشه كويس، وهتعرفي تتحكمي فيها اكتر. اعتمدوها. تعالي كمان اقولك على المكان بتاع التواليت اللي فوق الغطا بتاعه من فوق. هتجيبي اي شوية معطر او اي شوية دوني وتحطيهم هيخلوا الريحة تحفة. هاتي شوية توم عندك تكون فصوص كبيرة شوية، وتعالى اقولك هنعمل بيها ايه. هنعمل بيها حاجة حلوة قوي بتساعد في تطويل الشعر بسرعة هايلة، وكمان بتقوي البصيلة بتاعة الشعراية. معروف التوم وفوائده على الشعر هو والبصل. هنجيب شوية توم وهتغزغزي التوم اللي هو هتعملي فيه نغزات كده علشان الزيوت اللي فيه والسوائل اللي فيه تنزل في الزيت وانت حطاها عليه. الوصفة دي حلوة قوي يا بنات، اعتمدوها والله هتعجبكم ان شاء الله. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي وتعملي لي لايك وتفعلي الجرس عشان اي حاجة بنزلها توصل لكم. جيبي شوية زيت زيتون، طبعا متوفر عندنا في اي بيت زيت الزيتون. هنحط شوية زيت زيتون على التوم وهننقعه اسبوع قبل الاستخدام. وهنشوف الوصفة دي هنحطها في ايه. هنحطها في بخاخ كده صغير وهنرش على شعرنا قبل ما ناخد الشاور ونغسل شعرنا. الوصفة دي هايلة
ما تقلقيش من ريحه التوم. لو ضايقتك حمام كريم، هاتي معلقه حمام كريم ومعاها معلقه قهوه او بن، هتبقى حلوه قوي. تعالى اقولك، لو عندك سلك زي ده وكل ما بتغسلي بالسلك البلدي ده بيصدي على طول، تعالى اقولك هنعمل ايه. جبت شويه ميه هنا في العلبه، وهنجيب، فاكرين الصابون اللي احنا كنا عاملينه مع بعض ده؟ هتجيبي الصابون وهتبداي ان انتي تدعكي كده السلكه كويس جدا بالصابون، وسيبيها محطوط عندك في العلبه بتاعه الصابون. علبه تكون فاضيه ما يكونش فيها حاجه، والله العظيم هتقعد معاكي يوم واتنين مش هتصدي. ده بتحافظ على السلك جدا، اعتمدوها ان شاء الله تعجبكم. عندك ازازه ميه زي دي، تعالى اقولك هنعمل بيها ايه، اوعي ترميها. هنجيب اي سكينه كده وهنقطع الجزء التحتاني عن الجزء الفوقاني، يعني احنا هنقسمها شويه بس خلي بالك علشان ايدك ما تتعورش، ربنا يسترها. هنجيب حته كده نقطعها من فوق، ومش لازم نفصلها عن بعضها كلها علشان لما نيجي نقفلها ما تطلعش هري بتاع سلك انا محتاجاه. وهنشد كده حته سلك، انا حاولت اشد حته سلك من هنا كتير. كان الازازه دي ضيقه من فوق قوي، بعملها في ازاز تانية بتبقى واسعه. فانا قلت بقى انا هقطع الحته اللي فوق دي علشان اعرف اشد السلك منها وما تبهدلش الدنيا ليا وما تتعبنيش في الشد كل شويه يعني. فهنا انا كنت بقطع خلاص جزء من الازازه دي علشان اعرف اشد السلك منها. فهنا كنت شديت حتة من السلك، هنشد كده جزء من السلك عادي وهنقصه بالمقص علشان ما يبهدلش لنا الدنيا. فالازازة دي بتحطي فيها السلك من فوق وبتقفلي المكان ده كويس جدا وبتسحبي من تحت، ولا بيهري سلك في المطبخ زي ما بيهري كده. شوفوا وانا بعمل هاري سلك كتير، بيفري سلك مني. السلك ده ما بيقعش، بتعلقيه على اي حاجة عندك توقفيها في المطبخ، على اي حاجة كده. انا عندي مكان بحطها فيه واسحب من تحت واقص، برضو بتريحني جدا. انا كنت بوريكم لو هتعلقيها على حاجة عندك كده بتوقفيها بتبقى حلوة، اعتمد. تعالى اقول لكم على اخر حاجة، وهي الصدى اللي بيبقى في الهدوم من المشبك او من اي حاجة محطوطة عليها يكون فيها صدى. فبتنقع كده في الهدوم، بتعمل بقعة. فاكرين الصابون البلدي اللي احنا عملناه مع بعض؟ اللي ما عندوش صابون بلدي في المكان اللي هو فيه يقدر يعمله في البيت. في فيديوهات عندكم، قلبوا تحت هتلاقي في فيديوهات تقدروا تتفرجوا وتعملوه في البيت بكل سهولة. الصابون ده تحفة. تغسلي المخدات الفايبر بيه بيخليها بيضة جدا، تغسلي بيها اي بقعة في الهدوم البيضة بتنور. فاعتمدوها وان شاء الله تعجبكم. هنا كنت بدعك الفوطة كده بشوية صابون، وهجيب فرشة كده انا بستخدمها للحاجات دي، وهفضل ادعك البقعة الصغيرة اللي هي موجودة دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس علشان اي حاجة بنزلها توصل لكم على طول. هنا كنت خلاص دعكتها، فهبلها شوية مية كده اشطفها وهوريها لكم بقت عاملة ازاي. والله العظيم هتنور بجد. انا دعكتها دعكتين على السريع زي ما انتوا شفتوا كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. هشطفها وهوريكم صورتها. انا كنت بوريكم هنا ان ما عادش فيها بقع خالص، بقت بتنور بجد. حطيها بقى في الغسالة تتغسل عادي، مفيش مشكلة. مش حابة اشطفيها وانشريها عادي برضو تبقى كويس. هنا انا كنت شطفتها بمية وكنت بوريكم ان مفيش بقع. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك. باي باي.